السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعة لنا يوم القيامة. احنا دلوقتي الساعة 7 الصبح. جيت علشان احط مية وعلف الفراخ بتاعتي قبل الحر. طبعا الفراخ في الحر ما بتقدرش تاكل، بل بالعكس بيجيلها اجهاد حراري لو كلت العلف، وبيبقى حامي عليها كمان قوي، فما بتاكلش وقت الحر. فبنحط لها العلف الصبح بدري وبنحطه بعد كده اخر النهار. فانا جيت بقى كنت حاطه لهم من بالليل خلطه بصل وثوم وخل وليمون. كنت ضربها في الكبه او في الخلاط على حسب المتاح عندك، وتصفيها وتحطي التفل بتاعها على العلف وتحطي الميه في السقايه. انا كان الفراخ ديت كانوا 20 فرخه، مات 3 بقوا 17 فرخه. ذبحنا 4، يبقى بقوا كام يا جماعه؟ 17 بقى 13 فرخه. فانا كنت بحط 4 سقايات في الاربع لركان وعلفتين. دلوقتي انا حاطه 3 سقايات بس، وكل ما هذبح منهم حاجه هقلل عدد السقايات، بس العلفتين بسيبهم زي ما هم. انا ما بذبحش الا الفرخه اللي وزنها بيزيد. انا مش عايزه اسيبهم مده طويله، انا ما بحبش اطول على الفراخ بتاعتي. يعني شكاره العلف بتاعتي خلصت، ما بقاش فيها الا الحبه الصغيرين دول. فخلاص خلص شكارة العلف خلصت، ممكن اجيب شويه كمان وممكن اكمل. انا ذبحت 3 فرخات على وزن 2 كيلو ونص. فكده تمام، بارك الله فيما رزق. ممكن اسيب الباقيين دول يعدوا ال 2 كيلو ونص وممكن لا. بس يعني كل حاجه بالمعقول كويسه. انا بخاف في الشتاء من البرد ومن لان الفراخ في العمر الكبير بتبقى مناعتها ضعيفه وبتتاثر باي حاجه، وفي الحر بتتاثر جدا بالحر وبتريش زي ما انتم شايفين، بتريش في الشتاء. هي ريشت في الكام يوم البرد اللي كانوا موجودين. الفرخه المنكفه دي بص عماله تنكف فيا ومش راضيه ترجع لورا، عايزه تطلع بره. فهم ريشوا، شايفين في الكام يوم البرد اللي حصل ريشوا. هم كانوا كلهم قرع. طبعا الفراخ القرعه بتدي لحم ما شاء الله لا قوه الا بالله. وانا حتى الثلاثه اللي انا ذبحتهم كانوا قرع، فكانوا مديني وزن كويس. الباقيين مريشين زي ما انتم شايفين، وفيهم واحده بتنهك هناك اهي. حطيت لهم ميه، طبعا كنت حاطه لهم خلطه ميه البصل والثوم والخل والليمون على الميه والتفل على العلف. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اكلوا الخلطه والعلف. ما بقيش غير شويه صغيرين الموجودين في العلافات هناك دهم، شويه صغيرين خالص. هسيبهم فهم كده هياكلوا شويه العلف اللي باقيين في العلافات دي، وبعد كده مش هحط لهم علف طول النهار. في الحر يا جماعه ما بنحطش علف، لانه بيزود الاجهاد الحراري والفراخ ما بتاكلش ومعدتها بتتعب، فمالوش لازمه. انت تحطي الصبح بدري زي كده وتحطي الميه، تحط لهم بقى فيتامين سي، تحط لهم نعناع وليمون، تحط لهم كركديه، تحط لهم ليمون بس. اللي هو ايه، ما عندكيش حاجه خالص ممكن ميه بس. الافضل طبعا تحطي فيتامين سي الصبح بدري علشان يستقبلوا الحراره هم قادرين عليها، وان هم ما يجيلهمش اجهاد حراري. احنا بنعالج الاجهاد الحراري قبل ما يبدا مش بعد ما بدا. فهم عشان انا كنت حاطه لهم الخلطه دي بالليل، فمش هحط لهم حاجه دلوقتي. حطيت لهم ميه صافيه، غيرت السقايات وحط لهم ميه صافيه، وشويه العلف دول هسيبهم قدامهم لحد هم هيقعدوا ينقنقوا فيهم كده لحد بعد الظهر. فخلاص مش هحط تاني علشان يفضلوا بقى لحد الساعه 5 من غير اكل. فبعد كده اجي احط لهم الاكل ياكلوه ويفيد معاهم ويدي وزن ويتحول كل حبه علف بتاكلها لهم للحم. هم ما شاء الله لا قوه الا بالله عليهم. هم دايما بحاول ان انا ارش الفرشه بالجير. الجير بيضيع ريحه الامونيا وبيضيع اي روايح وبيضيع اي بكتيريا موجوده في المكان. والتبن طبعا اول باول. بس طب فرشه الصيف بتنشف بسرعه، يعني اي فضلات بتبقى موجوده على ما بتلفي وترجعي للفراخ تاني بتكون نشفت. طبعا في الصيف لازم تبصي على الفراخ كل ساعتين على الاقل علشان تطمني عليهم ما يكونش فيه اي حاجه. في واحده عندها اجهاد حراري هي هناك اهي، بتنهج، بتتنقل من مكان لمكان لما بتحس ان هي مش قادره يعني. بس الفراخ في حاله العامه لما بيبقوا نايمين كده وفاردين رجليهم بتبقى حالتهم العامه الى حد ما كويسه الحمد لله اللهم بارك. فدايما تتابعي فراخك وتراعيهم، بالذات في الصيف. في الصيف تربيه الصيف سهله، لكن محتاجه مراعيه علشان الاجهاد الحراري. طول ما انت محافظه عليهم من الاجهاد الحراري هيفضلوا تمام وزي الفل. فانا حبيت اعرفكم المعلومات دي بسيطه. الحاجه الدنيا بسيطه خالص يا جماعه، بس محتاجه متابعه اول باول. انا كده هجيلهم تاني ان شاء الله على بعد الظهر، اظبط الفرشه بتاعتهم لو فيها اي حاجه محتاجه رشه جير، محتاجه حاجه تبن واظبطها. دلوقتي هطفي اللمبه اللي شغاله عليهم دي دلوقتي. فتحه الهواء هي مفتوحه فوق زي ما قلت لكم اهي، جايبه هواء كويس. اللي هنا ما الشمس ما بتظهرش هنا في الاوضه دي غير بتاع نص ساعه او ساعه بالكتير قوي، بعد كده بتروح. فالحمد لله التربيه في الاوضه دي لحد ما مناسبه جدا.
وزي ما قلت لكم انا مش هاجي بقى الظهر احط لهم ميه ومش هحط علف تاني خلاص لحد اخر النهار ان شاء الله. الساعه 5 هاجي احط لهم العلف، ساعتها العلف يفيد معاهم. وكمان انا ما بحط العلف، بسيبهم على اضاءه نور ربنا كده لحد اذان المغرب، وما بتشغلش اللمبه غير في اذان العشاء. بيكونوا خدوا اكتر من ساعه اظلام، فالساعه الاظلام دي بتفيد معاهم جدا، وبتفرق في التحويل، وبتفرق في التفاعلات الكيميائيه اللي بتتم في جسم الفرخه، كمان بتزيد في الظلام، بتبقى كويسه جدا. ساعه الاظلام دي مهمه جدا للفراخ، لازم تعمليها، بتفرق في التحويل، بتفرق في مقاومه الامراض، بتفرق معاكي جامد. بس ساعه الاظلام دي بتتم في الصيف بس، مش في الشتاء. في الشتاء بيبقى الجو برد، ما ينفعش ان احنا نطفي عليهم اللمبه نهائي، انت كده بتقتليهم، فما ينفعش. لكن الساعه الاظلام دي في الصيف بس، بتفرق جدا مع الفراخ، وبتفتح شهيتهم، وبتخليهم اول ما تفتحي عليهم النور وتحط لهم الميه والاكل بيبقوا ملهوفين عليهم. ان شاء الله هصور لكم مره بعد الساعه الاظلام دي واوريكم شكل الفراخ بيبقى عامل ازاي، واصور لكم برده تاني. انا كنت صورت قبل كده خلطه البصل والخل والثوم بيبقوا ملهوفين عليها ازاي، هصورها لكم تاني عشان افكركم، عشان تعملوها دايما. انا اليومين دول بعمل لهم تقريبا خلطه البصل والثوم دي يوم بعد يوم، علشان مناعتهم تبقى قويه، ويقاوموا اي امراض موجوده دلوقتي، ويقاوموا اي حاجه بتحصل في الجو، او اي تغييرات تحصل في جسمهم. وطبعا الثلاث فرخات اللي انا ذبحتهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللحم ابيض، الكبده سليمه، كل حاجه كانت فيها زي الفل. يا رب يكون المعلومات اللي انا بقدمها لكم بتفيدكم. ويا جماعه يعني انتوا مش هتخسروا حاجه، للي بيسمع الفيديو يحط لي لايك، اللايك ده بيفرق معايا جدا يا جماعه، ده شغلي وحابه ان انا اترفع فيه وازيد فيه يعني اكسب منه. فيا ريت تحطوا لي لايك لو انتوا الفيديوهات بتعجبكم. طبعا الفيديوهات ما بتعجبوش خلاص ما يعملش لايك، مش هقدر اطلب منه ان هو يديني حاجه هو مش ما اتبسطش بيها. فيا رب يكون المحتوى بتاعي مفيد، بيفيد ناس كتير، ولو في اي معلومه مفيده بتستفيدوها مني يا ريت لايك، حتى تقولوا في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي هتبقى حاجه كويسه جدا، وابقى شاكره ليكم جدا عليها. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاه تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعه لنا يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.